السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وإخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم. وحشتوني جدا، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أهلاوي فندي. يا رب تكونوا بألف خير. تحياتي لكل السادة المشاهدين. يا رب ما تنسوناش يا جماعة في اللايك في الشير، ولو حضرتك جديد معانا ويعجبك محتوى برنامجنا نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج أهلاوي فندي. بصعوبة بالغة وفي الدقائق الأخيرة النادي الأهلي يعبر سيراميكا كليوباترا ويضرب موعدا في نهائي كأس السوبر المصري مع فيوتشر يوم الخميس القادم إن شاء الله بأمر الله 28/12. أيوة، بصعوبة بالغة وفي الدقائق الأخيرة. بصعوبة بالغة مش علشان قوة الفريق المنافس بس، لا، بصعوبة بالغة دي احنا اتكلمنا عليها امبارح. قلنا ان المباراة دي يا جماعة مش سهلة، مباراة صعبة. قبل ما يكون قدامي فرقة اقوى مني او الكلام ده، لا، انا عندي مشكلات، اولهم الاجهاد. وضح النهاردة جدا 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 ان الكلام اللي احنا بنقوله كلام حقيقي. اجهاد ما بعده اجهاد يا جماعة. شفنا اللي حصل لمحمد الشناوي بدون اصابة بدون اي حاجة، الراجل خلاص. ما بص هقول لك على حاجة، هي عضلة وحتة لحمة، خلاص اجهدت، هو مش هيقدر يقف على رجله. والشناوي له لعيب من اللي بيتدلعهم ولا لعيب من الضعاف، حتى ان نقول مثلا لا، ده الشناوي ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يشفيه ويرجعه بالسلامة. يعني هو وتد تمام. معنى ان الشناوي يقع ويقول انا مش قادر، يبقى خلاص الراجل ده جاب اخره. اجهاد. اجهاد يا جماعة من تلاحم المباريات والبطولات. ما بنقولش حاجة، بنقول ده قدرنا وقدر النادي الاهلي. وطبيعي ان انا عشان انا كبير فلازم اكون مطلوب في كل الاتجاهات، لازم اشارك في حاجات كتير. فطبيعي هو قدر الله ما شاء فعل. شفنا ياسر ابراهيم النهارده وان هو خلاص مش قادر، لقى نفسه خلاص. علي معلول نفس الموضوع تمام. اكتر من حد. بيرسي تاو النهارده يا جماعه يعني هو يشكر قوي، واللعيبه كلها تشكر على المجهود اللي عملوه النهارده. بس بيرسي تاو مش هو بيرسي تاو اللي احنا عارفينه. بيرسي تاو خد اكتر من كوره، وان هو يقدر يروح على الجون والكلام ده. عارفين هو مش قادر يعمل السبرنت بتاعه اللي بيعمله، او مش قادر ان هو يعمل اختراق اللي بيعمله. فيا دوبك عمال يرقص كده على الهادي قوي، وتتقطع منه الكوره ويحصل معاه فاولات تمام. لان هو مش في فورمته. وفورمته دي بسبب ايه؟ بسبب الاجهاد. لعيبه كتير قوي النهارده، يعني عبد المنعم كان متحامل على نفسه. هاني ربنا يديله يا رب الصحه. هاني ما شاء الله عليه، عارفين لحد اخر نفس هو واقف تمام. فطبعا اول حاجه كانت يعني بتقابلنا النهارده او بتواجهنا النهارده هي الاجهاد. ومقابل كده بقى انت بتلعب فرقه اولا فيها لعيبه كويسين، يعني سيراميكا كليوباترا تحيه ليهم وعلى المباراه اللي ادوها النهارده. لعيبه كويسين وفي نفس الوقت مريحين زي ما قلنا امبارح. يعني اكل شارب نايم متمرن متفسح مزاجك زي الفل، مفيش اي مشكله عندك تمام. فدي كانت صعوبه تانية النهارده انت بتواجهها. انت رايح مجهد وبتقابل حد مرتاح، فكانت برضو حاجه فيها صعوبه جامده جدا. الحمد لله والشكر لله على يعني النتيجه النهارده الحمد لله. تعليقي بس في البدايه كده ايه، مستر كولر. يا مستر كولر، انت النهارده عملت حاجات غريبه قوي في نظري انا هتكلم يا جماعه من وجهه نظري انا تمام. ووجهه نظري دي انا ما بشترطش على حد ان هو يقتنع بيها، انا بقول يا جماعه دي وجهه نظري. ومن حقك انت برضو تقول لي لا والله انا وجهه نظري كذا. وهو ده هنعيدها تاني، ده الهدف من برنامجنا. الهدف من برنامجنا يا جماعه مش ان احنا بنجيب الاخبار الحصريه لا. ياما برامج كتيره على السوشيال ميديا بتجيب اخبار حصريه وبتجيب الاخبار من المطبخ من جوه، لكن احنا شغلتنا في اهلاوي فندي ان احنا نجيب الخبر ونقول راينا فيه، او نتكلم عن المباراه ونقول راينا فيها. فانا رايي النهارده في كولر التشكيل في البدايه. قلنا امبارح ان مستر كولر ممكن يلجا للروتيشن، اوكي، وحقك. وقدام الاجهاد اللي موجوده في اللاعبين حقك ان انت تعمل روتيشن طبعا. بس انا نبهت امبارح لنقطه، الروتيشن يا جماعه يكون في حدود.
ما ينفعش ان انا الخط الامامي اللي انا متعود فيه دايما على بيرسي تاو، ومتعود على حسين الشحات، ومتعود على كهربا سترايكر مثلا صريح، فجأة الاقي اتنين مش موجودين وبيرسي تاو لوحده وهو مجهد. فحصل عدم ربط، مفيش ربط ما بين الخط الهجومي خالص. النهارده يا جماعه النادي الاهلي مستحوذ معظم الوقت، مستحوذ بالكوره، لكن مش قادر يعدي خط ال 18. هجماتنا قليله جدا 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 على المرمى النهارده. ليه؟ لان لو تفتكروا كده حسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو الثلاثه بيعرفوا ينقلوا الكوره مع بعض. الثلاثه بيعرفوا كل واحد ياخد مكان للتاني ازاي، علشان عارفين ده يسند على ده وده يسند على ده وده يسند على ده لحد ما يقدر يوصل للمرمى. لكن بيرسي تاو النهارده ما لقاش الربط مع سواء كريم فؤاد او طاهر محمد طاهر. يا جماعه يعني اوت اوف سيرفيس خالص، انا شايفه كده خارج نطاق الخدمه تماما تماما تماما. طاهر محمد طاهر مش شايف له دور. انا مش شايف دور لطاهر محمد طاهر، لا دور ان هو سترايكر صريح، ولا دور ان هو وينج، ولا اختراقات ولا اي حاجه. ومعظم كوره مس باس، ومعظم كوره مش عارف هو كان بيعمل ايه. تمام. كريم فؤاد اجتهد على قد ما قدر، لكن ما عرفش ان هو يربط مع طاهر او ان هو يربط مع بيرسي تاو. فدي كانت مشكله. يمكن تغيير عمرو السوليه في خط النص النهارده مكان مروان عطيه يعني مقبوله. عمرو السوليه عمل اللي عليه في خط النص. تمام. طبعا هو مستر كولر ما قربش لخط الدفاع خالص. عبد المنعم وياسر ابراهيم جنب بعض، وهاني على اليمين ومعلول على الشمال. غير بس السوليه مكان مروان عطيه في خط النص. وقدام بقى هي اللي كانت المشكله. يعني تخيلوا كل اللي عمله في الروتيشن 3 تغييرات، لكن 3 تغييرات انا تعليق عليهم ان عملوا لخبطه ودربكه. زي ما بقول لك لا كريم فؤاد ولا طاهر محمد طاهر قدروا ان هم يعملوا الدور بتاع حسين الشحات او كهربا قدام. وبرضه هرجع واقول يعني الحمد لله والشكر لله. طيب برضه يعني من تعليقاتي على مستر كولر، هو طبعا هو مستر كولر اشتكى من النقطة اللي انا هتكلم فيها دي، واشتكى من الصحفيين ان هم بيكلموا فيها كتير وحاجات كده. بس معلش ما تزعلش مننا، انا ده وجهة نظري. انا شايف برضو التغييرات متأخرة. انت دلوقتي نازل الشوط الثاني ولاعيبتك اساسا انت شايف ان هم في اجهاد، ولاعيبتك ما فيش ربط ما بينهم. مش معقول ان انا اكون شايف الكلام ده وانت مش شايفه. تمام. استنى لحد الدقيقة 73 و74 علشان اغير. انت اضطريت لتغييرة الشناوي، نزلت مصطفى شوبير، مفيش مشاكل، دي تغييرة انت مضطر لها. تمام. لكن التغييرات اللي حصلت بعد كده علشان تنزل حسين الشحات، او علشان تنزل انتوني موديست، او علشان تمام، او حتى خالد عبد الفتاح مكان علي معلول. يعني خالد عبد الفتاح بس ايه، عشان قبل ما نكمل كلامنا استوقفني بس اسم خالد عبد الفتاح. هو صحيح خالد عبد الفتاح ما عملش الدور بتاع علي معلول اللي احنا متوقعينه او بنستناه من الباك الشمال، لكن الراجل عمل اللي قدر عليه. قفل الناحية الشمال على قد ما قدر، قفل انطلاقات سيراميكا كليوباترا من ناحيته على قد ما قدر. تمام. لكن هجوم واوفرات والدنيا دي لا، هو ما عملش الكلام ده. لكن نرجع تاني لتغييرات مستر كولر. يا جماعة يعني التغييرات متأخرة. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجة، انت عمال تقول انتوني موديست لازم اديله فرصة علشان اشوفه علشان يثبت نفسه. يا جماعة مش هياخد الفرصة في ربع ساعة. اولا الماكينة دي او الجثة دي محتاجة لها ربع ساعة تلت ساعة علشان تدور وتسخن بس. يعني الراجل ده محتاج له ربع ساعة تلت ساعة عشان يدور ويسخن، ويبدأ بعد كده ايه نقول بقى ايه هيستلم كورة في التانية فيبدأ يضيع، بعد كده يبدأ يجيب او نشوف هيعمل ايه. انما الراجل نازل في اخر ربع ساعة والكل خلاص خلصان والدنيا بتموت، والكور كلها بقت فاولات وحاجات غريبة كده.
تمام. طبعا هو الراجل يعني جات له بس الفرصه الوحيده اللي نقول اللي هو استلمها ولف في ظهره وحطها بشماله فوق العارضه. تمام. يعني لو كان فيها سن التوفيق كانت نزلت شويه وكانت بقت جون. فبرضه تاخير التغييرات دي مش كويس. تمام. لكن عايز اقول شابوه للنادي الاهلي النهارده. مش شابوه للنادي الاهلي علشان كسب، لا، شابوه للنادي الاهلي على الروح القتاليه اللي كان فيها اللاعبين النهارده يا جماعه. على قد الاجهاد اللي هم كانوا فيه، كلمه حق تتقال ان اللعيبه النهارده كلهم بلا استثناء، حتى طاهر اللي بقول يعني ما شفتلوش اي فايده لكنه اجتهد. بقيه اللاعبين بقى يعني احنا لازم نكسب، احنا هنكسب باي شكل. الاهلي النهارده في رايي انا ما لعبش لعبه خالص ولا نص لعبه حتى. ما حدش يزعل مني من الاهلاويه، احنا بنتكلم الكلام الصح. تمام. الاهلي ما لعبش ولا نص لعبه، لكن الاهلي النهارده كان عنده روح قتاليه عاليه جدا جدا جدا، وهي دي اللي كسبت النادي الاهلي النهارده. طبعا زي ما انا بقول شابوه لكل الفرقه. انا عايز اخص بقى بالذكر كده شابوه لاتنين بالذات. اولا شابوه لياسر ابراهيم. ليه مش هنقول محمد عبد المنعم؟ ما هو محمد عبد المنعم احنا عارفينه اساسا وعارفين لعبه وعارفين طريقته وعارفين الراجل ده لما بيغيب عننا شويه احنا بنبقى عاملين ازاي. عبد المنعم مدافع لا غبار عليه. لكن ياسر ابراهيم عايز اقول له شابوه جدا. ليه؟ ياسر ابراهيم يا جماعه كل ماتش عن التاني الراجل ده بيطور نفسه بطريقه كبيره جدا. انا بشوف ياسر ابراهيم عارفين تحس ان هو غيران من عبد المنعم. يعني عبد المنعم انت هتاخد مني الاضواء، لا، انا كل مباراه عن التانيه انا بعلى وبزيد. النهارده ياسر ابراهيم كان بيغطي ورا عبد المنعم، لو عبد المنعم تقدم شويه اكتر من كوره النهارده شايفها لياسر ابراهيم، سواء في ناحيته اليمين. يعني هو احنا عارفين ان ياسر ابراهيم بيلعب في الناحيه اليمين ناحيه محمد هاني، ومحمد عبد المنعم بيلعب في الناحيه الشمال ناحيه معلول. طيب لو عبد المنعم تقدم شويه تلاقي ياسر ابراهيم واخد المنطقتين اليمين والشمال. فاكرين الليبرو بتاع زمان؟ كان بيلعب وراهم ليبرو وكان بيلم من ورا الكل. بصراحه ياسر ابراهيم ما شاء الله عليه. التاني بقى اللي عايز اقول له يعني انت جميل، وانا من زمان قوي وانا قلت بحبك وبموت فيك وبعشقك، امام عاشور. والله مش علشان يعني هو يعني ايه، مش عشان هو جاب الجون النهارده او حتى ان هو مثلا كان السبب في الجون، لان طبعا الجون هيتحسب او هيكتب باسم مدافع سيراميكا. تمام. لكن امام عاشور بصوا لحد الدقيقه كام؟ الدقيقه كام و80 87 تقريبا ولا 88 الجون جاي فيها، ويعمل سبرنت بالمنظر ده وياكل الاثنين اللي كلهم دول. وايه الدماغ دي ان الكل مستني ان امام عاشور بعد خلاص ما وصل لخط المرمى الطبيعي بقى ان من علي معلول ومن اي حد في المكان ده بيقوم لاعبها لجوه تاني، يعني يرجع الكره تاني على خط عند نقطه الجزاء كده مثلا. تمام. لاي حد من القادمون من الخلف يقوم ايه داخل شايطها في الجون. امام عاشور ما عملش كده. امام عاشور خدع الكل ولعبها زي ما تقول مستقيمه. هي كانت المقصوده، خلي بالك، ما كانتش مقصوده ان هي تخش جون برضه عشان احقاقا للحق. يعني هو كان قاصد ان هي تبقى لكريم فؤاد. تمام. بس الكل متوقع ان هو هيرميها لبره شويه، هو رميها لكريم فؤاد اللي كان واقف في نص خط السته، في منطقه السته بالظبط. تمام. ما بينه وما بين الجون تقريبا نص متر. لذلك لما خبطت بقى في العارضه في الاول خبطت في رجل المدافع بتاع سيراميكا، وبعد كده خبطت في العارضه ورجعت تاني ردت راحت خبطه في الراجل المدافع بتاع سيراميكا التاني ودخلت جون. بس ايه امام عاشور وايه الاصرار على ان انا هجيب جون. هو ده اللي انا بقوله النهارده في شابوه للنادي الاهلي كله. الروح القتاليه العاليه جدا 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 اللي النادي الاهلي ظهر عليها النهارده. ودي يعني بوادر خير يا جماعه. يعني لما الاجهاد ده يروح هنرجع تاني على راي الكابتن ايمن الكاشف ذا ماستر اوف سسبنس.
تمام، او الاهلي بتاع البلس 90. هو ده ان شاء الله بامر الله اللي يعني ايه هنشوف قريب النادي الاهلي فيه تاني بعد الاجهاد، او بعد الاجهاد ده ما يروح. طيب طبعا كده النادي الاهلي ان شاء الله بامر الله يوم الخميس الجاي هيلعب النهائي قدام فيوتشر. بس سريعا النهارده لعب مباراه قدام بيراميدز 90 دقيقه، فعلا تكره نفسك انك قعدت تتفرج على الماتش ده. 90 دقيقه ما فيهمش اي متعه، ما فيهمش اي حاجه، لكن بعد ال 90 دقيقه تقعد تتفرج على ركلات الترجيح. ايه ده؟ ايه الاثاره وايه المتعه اللي حصلت في ركلات الترجيح دي؟ تمام، 34 ركله ترجيح، 17 للفرقه دي و17 للفرقه دي. يعني وده يضيع ده يضيع، ده يجيب ده يجيب. تمام، والاثنين حراس المرمى يعني تحس ان الاثنين كانوا غشين من بعض. طبعا جنش تفوق بخبرته شويه، تمام، وتوقعه اللي هو معروف عنه دايما. جنش من زمان وهو معروف عنه التوقع في الرميه ناحيه الكوره. تمام، بالرغم من يعني النهارده شوف كام كوره جنش كان قريب منها جدا، وجنش قريب ان هو يطلعها لكن كانت تدخل. بس الموضوع اللي انا بقول لكم عليه 90 دقيقه ما لهمش اي لازمه في الدنيا، يعني كانوا لعبوا ضربات جزاء على طول او ركلات ترجيحيه على طول. خلاصه الكلام ان فيوتشر طبعا اقصى بيراميدز ووصل للنهائي، والنادي الاهلي ان شاء الله بامر الله في عنده مباراه اصعب من النهارده يا جماعه، وده اللي هنتكلم عليه في الحلقات اللي جايه. يعني الحلقه او الحلقتين اللي جايين ان شاء الله بامر الله قبل النهائي هنقول ليه المباراه دي صعبه، ليه مباراه الخميس هتكون صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، اصعب من مباراه النهارده. مره تانية بقول مليون 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 مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لكل اخواتي وحبايبي اللي مستنيين الفرحه ومستنيين اول كاس هنشيله، عشان الناس زعلانين ان الميداليه البرونزيه دي مش حاجه. فلا، احنا مستنيين بقى ايه؟ اول كاس السنه دي ان شاء الله بامر الله نشيله. اخواتي وحبايبي، كنا اعلنا قبل كده في حلقه سابقه ان هيكون معانا ضيف الفائز بجائزه تيشيرت فريقك، الجائزه اللي عملها برنامج اهلاوي فندي وفاز بيها الاستاذ علي احمد. اسمحوا لي نخرج فاصل سريع واستقبل ضيفنا الاستاذ علي احمد. اسمحوا لي ارحب بضيفنا اللي نورنا النهارده الاستاذ علي احمد الفائز بجائزه اهلاوي فندي تيشيرت فريقك. استاذ علي منور الدنيا. نورك يا عم. الحمد لله. كنت متوقع الفوز بالجائزه دي؟ لا والله ما كنتش متوقع خالص. بظروفها كده يعني. تمام. وانا برضه انا حسيت في تعليقك ان يعني حد رميها على الله كده يعني. ايوه انا كتبته بقى وسبتها على الله، ما كنتش متوقع خالص ان اكسب ولا حاجه. الحمد لله، مليون مبروك. الله يبارك فيك. طيب يعني هو في سؤال عايز اساله، مش هسالك طبعا، اقول لك ايه رايك في القناه بتاعتنا والبرنامج بتاعنا، لانه هو هيكون سؤال ساذج قوي يعني. يعني واحد ضيف عندنا وجاي ياخد جايزه فاكيد هيقول لا ده البرنامج حلو والكلام ده. انما انا عايز اسالك ايه اللي شدك في ان انت تشترك معانا في القناه او تشترك معانا في البرنامج؟ والله لقيت الفيديوهات محتواها حلو، وبعدين كنت بتفرج عليهم بلاقي ان انت بتتكلم كلام مظبوط، فاشتركت بقى وبعدين لقيت يعني انت مش متحيز للفريق وبتتكلم كلامك مظبوط، فتابعتك بقى على طول. لا، هو انا بالنسبه للتحيز انا متحيز لفرقتي كاهلي. اكيد ما انت لازم تتحيز لفرقتك. بس احنا برنامجنا متبني فكره اللي هي عدم التعصب الاعمى. ان انا جوه مصر انا زي ما قلنا قبل كده ان انا عايز فرقتي بس هي اللي تكسب، لكن بره مصر انا ما احبش ان انا اقعد اشجع فريق منافس زي ما ناس بشوفها بتعمل. ما احبش اشجع فريق منافس لفرقه مصريه، وما احبش ان المصري يتغلب بره. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ ايوه انا معاك برضو، بوافقك. بره انا جوايا ما بحبش حد يكسبني، وبشجع فرقتي ومتحيز لكل حاجه. تمام. اما لما بطلع بره بشجع، انا عايز مصر مثلا تعلى، فبشجع مثلا الفريق المصري عشان برضو نعلى وكده. تمام زي الفل. طيب مين بقى في لعيبه النادي الاهلي الحاليين؟ طبعا احنا لو قلنا على يعني على مر الزمان ففي لعيبه كتير قوي بنحبها، لكن مين دلوقتي فيهم اللي بيأثر فيك قوي وبتحبه قوي؟ انا بحب اكرم توفيق وحسين شحات. اكرم توفيق وحسين الشحات، ما شاء الله. تمام، انت مختار اتنين ما شاء الله عليهم يعني. طيب اسمح لي ان احنا نقدم لك الاول جايزتك معانا.
معلش هي الجائزه طبعا مش حاجه كبيره، بس هي بالنسبه لنا احنا كجمهور النادي الاهلي هي قيمه كبيره قوي تيشيرت النادي الاهلي. أيوة. تمام. طب عايزين نشوف التيشيرت برقم مين؟ ممكن؟ الشحات. ايوه تمام. حسين الشحات. يعني حد من اللي انت بتحبهم يعني. طب الحمد لله والشكر لله. مرة تانية بقول لك مليون مبروك، وانت نورتنا النهاردة. ألف شكر والله على التيشيرت، جميل والله وفرحت بيه. طيب نتمنى ان شاء الله بامر الله ما تكونش هي المرة دي وخلاص، يعني نتمنى ان احنا نشوفك برضو معانا في حلقات تانية. على فكرة يا جماعة الاستاذ علي من قبل التصوير وهو بيقول لي ان هو يعني خجول وبيحرج، لذلك يمكن انتوا تلاحظوا ان هو حتى في الاسئله مش يعني ايه مش قادر ان هو يتكلم معانا كتير، لكن ان شاء الله بامر الله المره الجايه ممكن يكون خد على الموضوع شويه ويبقى التصوير احسن يعني. ان شاء الله. نورتنا النهارده، ومره تانية مليون مبروك بالجائزه. الله يبارك فيك. ضيوفنا كل اصحابي واخواتي وحبايبي، انا سعدت جدا النهارده بلقائي مع حضراتكم. بقول مره تانية مليون مبروك، مليون مبروك لكل اخواتي واصحابي وحبايبي الاهلاويه. مليون مبروك الفوز النهارده، والحمد لله ان شاء الله بامر الله المباراه اللي جايه يوم الخميس ان شاء الله بامر الله تكون هي الفرحه الكبيره باول بطوله ناخدها ان شاء الله بامر الله السنه دي او الموسم ده. تحياتي لحضراتكم، بتمنى يا رب حلقة النهاردة تعجب حضراتكم علشان ما تحرموناش من اللايك من الشير، ولو عجبك المحتوى نتشرف بحضرتك تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج أهلاوي فندي. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على ألف خير، تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامر عماد متعب مرتدة تصوير وجول جول جول جول. الفرصة للفريق الأحمر عرضية. ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة علي محلول يوزع جول، جول أهلاوي. فريق كبير.